يا صباح العسل وصباح الفل والورد والياسمين. ايه رأيكم النهارده هنعمل مع بعض حاجة حلوة كده، تبقى موفرة وحاجة الأطفال كلها بتحبها، سواء أطفال وكبار، وحاجة هتنفعك وأحسن من اللي بره وأنضف. هنعمل اللانشون البيتي وفي صفيحة السمنة من اللي عندك، يعني لا هتحتاجي ورق فويل ولا ورق زبدة ولا ستريتش ولا الكلام ده كله، من عندك كده. بصوا بقى، وبطريقه جميله وموفره ما فيهاش تكاليف كتير، يعني حتى لو انتوا شفتوا المقادير هتقولوا يا مشاهد او يا فاتن ان الحاجه مش غاليه، والله هتبص لها هتلاقيها هتعمل لك كميه بتاعت عامله لنا بتاع كيلو، يعني القطعه دي ما يغركيش ان هي كده، دي بتاع كيلو اكتر، بتاع كيلو وربع. شفتوا بقى، انت لو جبت كيلو وربع من بره، احنا بنجيب التمن بقد كده، بحاجه وعشرين. بصوا الجمال، وعملت معانا كميه جميله ولينه وطري كده وجميل، احلى من بتاع بره كمان. اكلنا وشبعنا. بصوا الجمال، انا والله العظيم يعني انا عملته ما دخلش ان هو يطلع حلو كده، بعد الاسعار والظروف اللي احنا فيها كده، يعني باقل تكاليف هتعملي، وبعدين داخل علينا مدارس وهتحتاجيه في حاجات كتير، في عشاء في فطار. بصوا بقى المقادير بتاعتنا: 5 معالق دقيق، معلقتين نشا، 5 قطع جبنه مثلثات، 5 بيضات، نص كوبايه زيت، البهارات بتاعتنا ملح فلفل كاري بابريكا توم باودر بصل باودر فصون توم، 4 فصوص حبهان. هنسمي الله ونبتدي نشتغل. هنحط بيضه معانا في الخلاط كده. هتقولي بتعملي كده ليه يا ام شهد؟ علشان لو في بيضه بايظه ولا حاجه ما تبوظش المقادير بتاعتنا كلها ونرجع نعيد من تاني. انا عن نفسي لو طلعت حاجه وحشه ولا بايظه كده هنرمي كل ده، لان انا بكش بصراحه وبشك في الحاجه. هنسمي الله كده ونبتدي نشتغل. نبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حطينا ال5 بيضات بتاعتنا، حطينا ال5 قطع جبن، حطينا البهارات بتاعتنا، النشا، الدقيق، البهارات بتاعتنا ملح فلفل كمون كزبره ناشفه كاري كركم، توم باودر بصل باودر، 4 فصين توم، 4 فصوص حبهان، واحده مرقه ماجي، ونص كوبايه الزيت. احنا بعد ما ضربناهم في الخلاط هنبص بقى المكون ده، حطينا الزيت. المكون دوت بقى عباره عن معلقه ونص من الجيلاتين. هتقولي غلط الجيلاتين، في جيلاتين حلال وفي جيلاتين نباتي، انا اسمع كده يعني. احنا انا جبت ب5 جنيه جيلاتين، عمل معايا المعلقه ونص ديت. هتزوديهم ب4 معالق ميه كبار، وبعد كده نحط كل الخليط كله على بعض. واللون دوت انا ما كانش عندي اللون السايل، اللون البودره ده هتاخدي منه حاجه بسيطه، اللون ده حسب الرغبه، حسب ما يرجع لك انت، بس ما تكتريش فيه كتير لان ده خداع، يعني اقل حاجه صغيره كده هتديك اللون المطلوب اللي انت عايزاه. بصوا بقى، احنا تنينا نقلب كده لحد ما خدنا القوام اللي احنا عايزينه، زي ما قلت لكم اللون ده يرجع لكم انتوا. يبقى احنا بعد ما خلصنا حطينا الزيت بتاعنا وحطينا الجيلاتين. هنجيب بقى صفيحه سمنه كده من عندك ونفضي فيها الخليط اللي احنا عملناه. واحنا بنشتغل كده كنا حاطين صينيه او حله، اي حاجه عندك، تملي نصها ميه كده وتحطيها على النار تغلي، وتيجي حاطه عليها الصفيحه زي ما هي كده، مش هتحطي ولا هتغطيها، بس هنغطوها، بس هنكتبوها بورق الفويل من ساعه ونص لساعتين. اول نص ساعه على نار عاليه، وبعد كده بتوطي عليها النار وبتشوفيها. طبعا انت بتجسيها بعد كده، بتشوفيها استوت ولا لا بخله او بظهر معلقه، وبعدين هي هتبان يعني معاكي، بتلاقيها عالت كده وبتلاقيها يعني هتبان معاكي اذا كانت لسه سايله او اذا كانت مسكت. عايزه تغطي الحاجه اللي انت عايزه تحطيها في حله وتغطيها براحتك برضو. انا عملتها كده وغطيتها من فوق برضو بورق فويل، بس ما جاش المقطع ده معايا. زي ما قلت لكم من ساعه ونص لساعتين. بصوا بقى الجمال بقى، بصوا اهي مسكت معانا، بتطلعيها بكل سهوله اهي، بسم الله ما شاء الله. طبعا انت عايزه تقطعيها زي ما هي قطعيها، انا قسمتها على نصين عشان اوريكم برضو، لان الحجم دوت السمك بتاعه طبعا اتخن من اللي بره. هنقطعها وهتعمل معاكي طبعا، عشان ما عنديش المكنه، لو انت عندك المكنه هتطلع معاكي بكميه اكبر من كده، بس انا عشان ما عنديش المكنه على قد ما قدرت حاولت اقطعها حتت صغيره كده عشان عيالي. هنقسمها حتتين ونبتدي نقطعها حتت صغيره خالص. عايزه تكيسيها، عايزه تغلفيها بورق استرتش في اطباق من الفايبر دي اللي عندك، مفيش مشاكل.
هتقولي الحاجات اللي انت حطاها كتير، لا لو تبصي لها وهتجيبي من بره مش كتيره والله ولا حاجه، هي اتكلفت كلها على بعضها معايا 40 جنيه. 40 جنيه هتفطري هتقعدي 3 ايام هتفطري وتتعشي منهم، وحاجه مضمونه وحاجه طعمها زي العسل. اهم حاجه 4 فصوص الحبهان اللي احنا حطيناهم ومرقه الدجاج، دي عطت طعم ونكهه في منتهى الجمال وصحي. يعني كل الحاجه اللي احنا عملناها صحيه ما فيهاش اي حاجه. مش لازم عشان تعملي بيتي او لانشون تحطي لحوم، طبعا مش كل اللي احنا بنشتريه من بره بيبقى فيه لحم، ولو فيه لحم ما بيبقاش مضمون. حتى البيف الفراخ برضو، يعني انا سمعت ان هم بيعملوه بالريش او بالفرخه زي ما هي كده، فانت برضو بتبقي شاكه. الحاجه اللي معموله في البيت انضف وربنا بيبارك فيها. صح ممكن تكون مكلفه بس انضف، على الاقل مش يعني مش هتتعبي ولا حد من عيالك هيتعب بعد كده. وتبتدي تقطعي بقى. بص انا على قد ما قدرت بقيت اقطع لكم حته ايه صغيره كده، يعني انا لو في المكنه طبعا هتلاقي الجمال وهتلاقي الروعه فيها. عايزه تضيفي انت بقى فلفل حصى ماشي، تضيفي زيتون مخلي، انا عملتها زي ما قلت لكم باقل الامكانيات. والله العظيم كان طعمها سكر، انا مش بحلف كده، وحياة ربنا في منتهى الجمال. اللهم بارك بجد، اللهم بارك، وبألف هنا وشفا للي هيجرب الوصفه واللي يقول لي في التعليقات. بصوا الجمال، بص بقى الطراوه اللي فيها دي من الجيلاتين. انت ممكن تستغني عنها بس انت عشان تبقى زي كده يعني اطفالك او عيالك يقولوا لك يا ماما احنا عايزينه زي اللي بره كده طري كده. بصوا الجمال، بصوا الكميه، وانا مقطعه كمان حتت ايه تخينه، يعني مش مقطعه رفيعه زي ما قلت لكم. وحاولت ان نقسمها نصين بس ما جاتش معايا، مش مهم مفيش حاجه هتستنى. قطعنا كده على قد عشانه والله، واتعشينا واتبقى منه لتاني يوم فطرنا منه، وكان طعمه في منتهى الجمال. بصوا بقى، واللي اتبقى هو برضه عايزه تقطعيه وتكيسيه براحتك. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك كومنت حلو وشير وفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل جديد، وادعوا لنا دعوه حلوه. وعايزين نشوف في الكومنتات بتاعتكم. وهنقول لكم ايه تاني؟ كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعين الناس كلها يا رب، وربنا يعين الجميع، وربنا يوسع رزق الجميع، وربنا يبارك. وخليكي مع ربنا وادعي وان شاء الله ربنا يبارك باذن الله. طول ما انت نيتك كويسه ان شاء الله ربنا هيبارك لك في كل حاجه في ايديكي. الله المستعان ليا ولغيري وللمسلمين جميعا يا رب العالمين. بصوا الجمال بقى، بصوا الجمال. على فكره اللون بتاعه جميل، يعني انتوا زي ما قلت لكم برضه عايزه تفتحوه عايزين تغمقوه ده براحتكم.